واحد من اصعب البروجكتس اللي اشتغلت عليها الفتره الاخيره لابلكيشن اسمه بقاله. هو زي تاجر جمله كده، سوبر ماركتس يقدروا يطلبوا منه، بس ابلكيشن بقى واونلاين وبتاع. فاحنا بنصور في محل بقاله صغير جدا وضيق جدا في منطقه شعبيه اسمها كعبيش. فمش عارفين بقى نعمل السيت اب اللايت بتاعنا ونرمي اضاءاتنا بشكل مريح. وان اند اكشن. تعرف تعمل عروض الماركت بتاعك ولا لا؟ استناني الفيديو اللي جاي. حلو قوي، ظريف. غير ان احنا عشان نصور رحنا الساعه 2 بالليل بحيث يبقى الشارع هادي وبتاع ما فيهوش رجل، ومع ذلك اصغر حاجه ممكن تعطل اللوكيشن، يعني كلاب بتهوهو، ستوب يا ابني، استنى الموكب يعدي لحد ما الكلاب تمشي نبدا. اول حاجه راس المال مش للبضاعه بس. بس عشان الكلاب دي عملت صوت كده. شويه شباب معديين فلقوا كاميرات وبتاع واضاءات في الشارع وحاجات شكلها غريب، يعني لفت انتباههم فوقفوا يتفرجوا بيتكلموا بقى برضه ستوب يا ابني امشي يعني. كان بروجكت فيه كواليس صعبه جدا. ولا شفت البضاعه خلصت ازاي؟ لا رجاله مش هينفع خالص. بس استمتعت بيه. انا اشتغلت مرتين في حياتي في موضوع البقاله ده وانا صغير، فكنت مبسوط ان انا بقى رايح دلوقتي كمخرج وبتاع. اسمعني ياه كتير. ممكن حد شغال معاك يغلط في حسابات؟ فاسيبكم مع الناتج النهائي وقولوا لي رايكم. لو المنتج ده عندك وصلاحيته قربت تخلص وجوده هيخسرك. كمل معايا الفيديو وهقول لك هتعمل ايه. اول حاجه الحقه بالعروض، حطه في عرض او خصم سريع، خليه يلف ويتباع قبل ما يوصل لتاريخ الانتهاء بفتره. ما تنساش تتابعنا وعايزنا نتكلم عن ايه في الفيديو اللي جاي. سؤال بسيط بس مهم لاي حد بيبدا مشروع، يا ترى ايه الاسهل، تفتح كشك ولا سوبر ماركت؟ الزيت ده ب 60 جنيه. ازاي ب 60 جنيه؟ انا على طول بجيبه 55. انت بتزود عليا ولا ايه؟ عمرك سالت نفسك ليه الاسعار بتختلف من محل للتاني؟ تعال اقول لك ليه. اول حاجه الموردين مختلفين، في ماركت بيشتري من موزع بيبيع له ارخص، وفي ماركت تاني بياخد من موزع تاني بسعر اعلى. فاكر اخر مره عملت عرض ومحدش اهتم؟ مش اي خصم يجيب نتيجه، العروض محتاجه شطاره وتخطيط. اول حاجه راس المال مش للبضاعه بس، غلطتك انك تحسب فلوس الافتتاح انها بضاعه وخلاص.